عارف امتى تقدر تختبر نفسك وتختبر قوتك وشخصيتك الحقيقيه وتعرف نفسك اكتر؟ وده بقى لما يوصل بيك الحال انك خسرت كل حاجه وبقيت لوحدك تماما وما عندكش اي حلول عشان تنقذ الموقف اللي انت فيه. وقتها بس انت هتبقى مضطر انك تاخد قرار من دماغك وما تسمعش رأي حد ولا تسمع كلام من حد، ان انت خلاص انت بقى منك للموقف، بقى منك للظروف اللي انت فيها. ووقتها فعلا انت هتسمع نفسك وبس، وهتشوف انت بتفكر ازاي وهل فعلا هتقدر تعدي الموقف اللي انت فيه او الظروف اللي انت فيها لوحدك ولا لا. وقتها محدش هيعرف يسيطر عليك غير افكارك ودماغك وطريقة تفكيرك بس. وعلى فكرة بقى، دي حاجة بتحصل معانا كلنا بلا استثناء، كلنا معرضين نتحط في الظروف دي وفي الموقف ده. فانت قوتك او شخصيتك الحقيقية مش هيظهروا غير في حالتين بس. واول حالة زي ما قلت لك هي انك تكون خسرت كل حاجة وما عندكش حتى صحاب وما عندكش حتى اي حد وبقيت لوحدك تماما. الحالة التانية بقى هي العكس، انك تكون وسط ناس كده بتحبهم وبيحبوك وبتثق فيهم كده وبيثقوا فيك.